من كام سنة كان في ولد اسمه ميناتو نورمية اكتشف شغفه بالكيودو وهو بيتفرج على بطولة مع والدته، وكان معجب جدا بلاعب القوس اللي اسمه تسورين، وده خلاه يتحمس انه ينضم لنادي الكيودو في مدرسة كيروساكي الخاصة الإعدادية. وقبل ما نبدأ قصتنا ما تنساش تعمل لايك والاشتراك وتكتب تعليق تحت تقول لي فيه رأيك، وبس يلا نبدأ. دلوقتي بقى وهو بيستعد لبداية المرحلة الثانوية في كازي، بيقرر يخرج يجري الصبح في ممر جبلي بمنظر طبيعي، وهو في الحديقة وقف يغسل وشه، بس فجأة كلب كبير اسمه كوما بينط عليه. ميناتو هنا عرف على طول ان الكلب ده بتاع عيلة تيكيا، وافتكر ان المفروض يكون مع السيد تيكيا اللي دايما بيتمشى معاه، بس المفاجأة كانت ان اللي ماسك الكلب هو صاحبه المقرب واللي بيكون اسمه سيا تيكيا. سيا هنا بسرعة بيفكره انه ينشف وشه علشان ما ياخدش برد، وبعدها ميناتو سأله لو هو كمان رايح مدرسة كازي، فسيا استغرب شوية من انه عارف المعلومة دي. وهم مروحين سوا سيا كان مبسوط جدا انهم هيبقوا في نفس المدرسة من تاني. وبنشوف في حفلة الترحيب بالطلاب الجدد سيا قال الكلمة باعتباره ممثل السنة الأولى، وبعد الحفلة بدأت الأندية المختلفة تحاول تجنيد أعضاء جدد. وفي اللحظة دي كان في ولد شكله مرعب بيجري ورا واحد من فريق كرة القدم، وكان بيحاول يقنعه ينضم معاه، بس ولد تاني جه وقال له يسيبه في حاله. وفي الوقت ده ميناتو وسيا خرجوا بره شوية، وفجأة في ولد طويل بيلف دراعه حواليهم. في الأول ميناتو افتكر إن ده حد من مسؤولي الأندية اللي عايزين أعضاء جداد، بس سيا بسرعة بيعرف إنه ريا هيموناتشي بيطلع صديقهم من الطفولة اللي كان سافر بعيد أيام الابتدائي، ودلوقتي بنشوفه هو أطول بكتير من زمان. رايو هنا بيكون في منتهى الحماس عشان يتجمع باصحابه القدام مرة تانية. بعدين بنشوف توميو موريكا مدرس رايو الخاص في فصله بيقرب منهم، كان معروف بين الطلاب باسم تومي سينسي، وطلب منهم يساعدوه في حاجة بس ما قالش ايه هي بالضبط. الفضول هنا خلاهم يمشوا وراه لحد ما وصلوا لصالة التدريب بتاعة الكيودو، لكن ميناتو ما كانش مرتاح. توميو هنا قال لهم ان مدرسة كازي عندها دوجو الكيودو، بس النادي متوقف بقاله فترة كبيرة والمدير عايز يحييه من تاني. هنا رايو اتحمس جدا وحكى لهم انه كان بيتدرب على الكيودو دي ايام الاعدادية وعايز يكمل فيها، وكمان بيقول ان ميناتو وسيا كانوا في فريقهم وقتها، لكن ميناتو هنا رفض يدخل في الفريق ده ووضح له ان عنده مسؤوليات كتير في البيت بعد وفاة والدته. رايو هنا ما كانش عارف بالقصة دي فبيعتذر ليه، لكن ميناتو هنا بيطمنه وبيقول له انه هيبقى تمام. بعدها توميو طلب من سيا ورايو ينضموا وفعلا بيوافقوا، وقبل ما يمشوا قال لميناتو انه دايما مرحب بيه في اي وقت. بعدها سيا سأل ميناتو لو كان بجد ناوي يسيب الكيودو، لكن ميناتو هنا بيأكد عليه انه خلاص اعتزل. وبعد المدرسة ميناتو اشترى شوية حاجات للبيت وركب عجلته في طريقه للبيت، واول ما وصل انحنى قدام صورة والدته قبل ما يروح اوضته، وفجأة وصلته رسالة من والده بيقول له فيها انه رجع متأخر ومش هيحتاج عشاء. وهو بقى مستريح على سريره سمع اصوات زملائه وهم بيتكلموا عن الاندية اللي انضموا ليها، فتح شنطته ولقى كيس صغير عليه رسمة في الشنطة بتاعته، وده خلاه يفتكر ذكريات قديمة. تاني يوم مدرس الفصل قال للطلاب انهم لازم يسلموا استمارات الاندية. وقتها سيا بدأ يملأ استمارته، وبعدها سيا بيسلم استمارته للنادي بتاع الكيودو. وبعدها بنلاقي ميناتو بقى سارح وبيبص من الشباك. وبعد الحصة بنت من نادي الكيودو جت تكلم سيا، لكن ميناتو خرج من الفصل. وعند البوابة الخلفية رايو لحقه وهو بيجري وفضل يزن عليه علشان يحضر اجتماع نادي الكيودو. ميناتو هنا بيرفض، بس رايو ما كانش ناوي يسيبه في حاله، وقعد يقول له انه متوتر من البنات اللي في النادي، وحتى قال له انه بطله، وده خلى ميناتو يتحرك. بعدها رايو قال له انه كان بيتفرج عليه في المدرسة الإعدادية، وده اللي خلاه يحب الكيودو، وعشان يقنعه قال له انه ممكن يساعده في شغل البيت لو وافق يروح الاجتماع. في الاخر ميناتو وافق بس بشروط، وانه هيحضر عشان بس يتفرج مش اكتر. وفي ملعب الكيودو سيا والاعضاء بيكون عندهم خبرة كبيرة وكانوا بيجهزوا للاجتماع. توميو قال ان في 2 هنا روماش شاطرين هينضموا، وسيا كان متحمس جدا عشان هيعيد النادي ده من جديد. وبعد شوية وصلوا ناس كتير مبتدئين، وشاب جذاب بيكون اسمه نانو دخل وهو بيحيي معجبينه، بس ابن عمه كايدو كان واقف متضايق وبيقول له انه يوطي صوته جوه الدوجو رغم انهم بيهزروا مع بعض كتير، الا ان كايدو هنا كان واخد الدوكيو مش هزار. الاتنين دول بيكونوا هم اللي توميو كان بيتكلم عليهم. توميو هنا كان بيعرف البنات اللي في النادي واللي بيكون اساميهم ريكا ونوا ويونا، وسيا برضه بيعرف بنفسه. وفجأة رايو دخل وهو ساحل وراه ميناتو بالعافية، واول ما توميو بدأ الاجتماع اكد على الانضباط المطلوب في الكيودو وبيعرفه على ال3 ادوات الاساسية واللي هم القوس والسهم والقفاز. وعلشان يوضح اكتر طلب من ميناتو يرمي سهم. ميناتو هنا تردد وقال انه مش عضو في النادي، بس الطلاب فضلوا يسقفوا ويشجعوا، فكايدو بيديله سهم وبدأ يختبر قوته في السحب، وكان ميناتو بيعترض فبيطلع قفازه الخاص من الجراب. واول ما بدأ يستعد للرمي توميو بيشرح له ازاي ينشن صح. ميناتو هنا قال لنفسه ان المرة دي هتكون مختلفة، بس اول ما ضرب السهم ما جاتش وغلط في الاصابة. توميو بيشجعه يحاول مرة تانية، بس ايد ميناتو كانت بترتعش، وبدأت ذكريات فاشلة في الاعدادية ترجع له تاني، فحاول مرة كمان وبرضه فشل تاني فبيتعصب. كايدو هنا حضنه وقال له انه لازم ياخد الكيودو بجد، بس ميناتو اللي كان متأثر جدا اتعصب وقال له انه مش رامي سهام تاني وساب المكان ومشي. وهو راكب عجلته ميناتو كان بيفكر وافتكر ازاي الناس كانت بتتعاطف معاه لما بدأت مشكلته مع هيتاشي.
ماشي وازاي كان حاسس بالضغط والخذلان، والمشهد اللي عمره ما نسيه رجع له لحظة انهياره بعد بطولة الإعدادية، وسيا كان بيحاول يواسيه وفضل يسوق من غير ما يحس بالوقت لحد ما الدنيا ضلمت وهو لسه ماشي، وفجأة لقى نفسه واقف عند طريق غامض جنب الغابة وبيسمع صوت أتسرون جه من جوه الغابة. الفضول هنا شد ميناتو فمشى ورا الصوت لحد ما وصل لمكان غريب مخفي اسمه يادانو موري. هناك شاف شاب بيتمرن على الكيودو بمهارة غير عادية، والهدف بتاعه كان طلقة، يعني يرمي السهم تلاقيه جه بدقة. ميناتو هنا واقف مبهور بالمشهد مش قادر يصدق مستوى الدقة اللي قدامه، وفي اللحظة دي في بومة بيضة صوتت فميناتو بيتخض واتكعبل، فالرامي لاحظ انه واقف بيتفرج عليه ومد دراعه للبومة وقال لها فو تعالي. وبعدين الراجل الغامض ده كان بيتكلم مع بومته عن الزائر ميناتو اللي كان بيحاول يخلع، ولما وقع على ايده اليمين اتجرحت، فالراجل لاحظ وناداله وقال له تعالى جوه الدوجو هنعالج الجرح. جوه بقى الراجل بدأ ينظف الجرح ويلفه بضمادة، وبعد كده بدأ يحكي عن اسلوبه الاحترافي وبيقول له انا ما بعدش عدد الضربات اللي بتيجي في الهدف، بس انا بعد عدد الاسهم اللي برميها، وكل يوم برمي 100 سهم لحد ما بوصل ل 10000. بعدها قال لميناتو يجرب يضرب سهم، بس ذكريات ميناتو القديمه رجعت له تاني تهاجمه وحس بكتمه كده في صدره، ومن غير اي كلمه لف وخرج بسرعه. وبنشوف اليوم اللي بعده في المدرسه ميناتو كان سرحان مش قادر يطلع الراجل ده من دماغه، فسيا لاحظ الضمادة على ايده وسأله عنها، بس ميناتو هنا بتهرب من الاجابه. وفي وقت التمرين رايو راح يدور على ميناتو علشان يتمرن معاه، بس هو اكتشف انه مشى من بدري. ميناتو هنا رجع للمكان اللي في الغابه ده ولقى الراجل هناك اللي اسمه ميساكي. ميساكي هنا قال له هات لي علبه البودره دي بتاعه الجوانتي. ميناتو هنا راح يجيبها واداها له، وفجاه البومه بتاعه ميساكي نزلت على كتفه فاتفاجئ، واول ما ميساكي كان بيضرب السهم ميناتو ما كانش قادر يشيل عينه عنه وكان مندهش. وفي نادي الكيودو توميو كان بيعلم الاعضاء الجدد عن اساسيات الرمايه وشاركهم شويه من حكمه كيودو القديمه. كادو هنا اللي كان دايما مستعجل زهق من الرتم البطيء واشتكى، بس نانا فكروا ان كل واحد بيبدا من الصفر. البنات هنا استغربوا انهم مسموح ليهم انهم يمسكوا الاقواس بسرعه كده، بس توميو كان شايف ان احسن طريقه للتعلم هي التجربه. بعدها توميو سأل الاعضاء المحترفين اذا كانوا عايزين يدخلوا البطوله اللي جايه. المشكله انهم ما كانوش مكملين فريق كامل، فاقترح عليهم يتنافسوا بشكل فردي. البنات هنا وافقوا، بس سيا كان مصر ان الاولاد يشتركوا كفريق، واعتبر ان ميناتو اكيد هيرجع. كادو هنا عرضه وقال له ان ميناتو مش راجع، واتنرفز اكتر لما سيا قال ان ميناتو احسن منه في الرمايه. وفي الاخر توميو طلب منهم ياخدوا وقتهم ويفكروا كويس قبل ما يقرروا. وبعد التمرين رايو هو وسيا كانوا مستنيين الاتوبيس. رايو كان بيفكر ازاي ممكن يقنعوا ميناتو انه ينضم، فسأل سيا عن هياكي، لكن سيا ما كانش عارف غير ان ميناتو بيعاني منه. فرايو لاحظ حاجه وقال لسيا بصراحه انت عايز تلعب مع ميناتو عشان كده مصر على المسابقه الجماعيه صح؟ فسيا ما انكرش بس رد عليه مش ده السبب الوحيد، انا كمان عايز اصلح حاجه. وبعد التمرين ميناتو سرحان في ذكرى من 10 شهور فاتوا، هو وسيا كانوا وصلوا نهائي بطوله كريساكي، وكان الكل شايف ان ميناتو هو المنافس الوحيد اللي كان ممكن يقف قدام شوفو جيوارا. وقبل الجوله الاخيره شو بص لميناتو وقال له مدربنا سيونجي سينسي بيتفرج. ميناتو هنا اتحمس ورفع القوس وشد التوتر، بس ضرب السهم بسرعه اكتر من اللازم فالسهم طار بعيد عن الهدف. سيا هنا فضل باصص له مصدوم، والمصيبه ان الغلطه دي كانت البدايه بس، وكل مره يجي دور ميناتو التوتر كان بيزيد وايده بقت ترتعش وسهامه ولا واحده جت في الهدف. وفي الاخر الفريق خسر وميناتو ما كانش قادر حتى يبص في وش حد. بالليل الراجل عرض على ميناتو حاجه وهم قاعدين. ميناتو كان بيكتب في نوته وسأل الراجل هيعمل ايه بعد ما يضرب ال 10000 سهم. المدهش ان الراجل رد عليه وقال له هعتزل الكيودو. ميناتو هنا استغرب وسأله عن مستقبله، فميناتو بص له كده لتحت وقال له ما تقلقش، وقال له انه بقى مش قادر يسمع الصوت للضربه اللي اسمها تسون. الراجل هنا هز راسه وحكى له ان هو كمان مر بنفس المشكله ايام المدرسه الثانويه، وبرغم كده انه كان بيضرب الاهداف بس كان بيعملها بطريقه غلط، وحاول بطرق كتير علشان يصلح نفسه بس عمره ما اتعافى بالكامل. وبعدها بص لميناتو وقال له الكيودو مش مجرد رياضه فرديه، دي لعبه جماعيه ولازم تتدرب علشان تبقى محترف فيها اكتر. وفي نفس الليله ميناتو رجع للبيت متاخر، فسيا لاحظ ريشه على الجاكيت بتاعه وساله لو كانوا يشاركوا في البطوله سوا، بس ميناتو رفض وقال له انه مش كويس لسه وكمان مش حاسس انهم فريق بجد. فسيا اصر وقال له احنا فريق يا ميناتو، بس ميناتو برضه اتعصب وساله وبيقول له انت ليه عمرك ما اتكلمت، وبيكون فاكر اللي حصل في المدرسه الاعداديه لما كانوا في النهايات وخسروا. ساعتها سيا كان محبط وواجهه ميناتو بالحقيقه وقال له اعترف انك كنت السبب في خسارتنا، وبعدها حذره وقال له لو فضلت تزن عليا اكتر من كده ممكن اخليك تعيط. ولما بقى لوحده في الاوضه بتاعته ميناتو حاول يكتم دموعه ودفن وشه في المخده وهو بيصرخ. وسط كل ده علبه بودره بتاعه القفاز وقعت من جيبه، وبيفتكر ميساكي وقتها وبيقرر يروح له تاني يوم. وفي نفس الليله ابوه رجع البيت وميناتو جهز العشاء وهم بياكلوا. ابوه بيشكر في الاكل وبيقول له ان طعمه فكره باكل امه، وبداوا يتكلموا عن المدرسه والكيودو. وابوه كمان بيقول له هو زعلان كان نفسي امك تشوفك وانت مكمل في الكيودو. تاني يوم ميناتو راح الكيودوش علشان يرجع
يرجع علبه البودره بتاعه الجوانتي، بس اتفاجئ بالمكان مليان ناس بتتدرب. ست هناك قالت له ان تاكاجاوا-سان توفى من سنه، فميناتو وقف متلخبط ومش فاهم اي حاجه. يوم الحد ميناتو راح مع ابوه يزوروا قبر العيله، وهو واقف هناك افتكر كلام امه عن التسون ووعدها انها دايما هتدعمه. وهو بيصلي ابوه بص له وقال له انه مش لازم يعيش حياته من غير ندم. وبالليل بقى ميناتو رجع للكيودوجي عشان يرجع علبه الباودر، بس ميساكي قال له انه يحتفظ بيها وهو بيجهز يرمي اخر سهم من ال10,000. وفجاه ميناتو بيترجاه انه ما يمشيش وقال له انه عايز يفضل دايما يشوفه وهو بيرمي. ميساكي هنا ضحك وفهم ان ميناتو كان فاكره شبح، والست اللي كلمته قبل كده كانت غلطانه في الشخص. بعد كده ميساكي طلب من ميناتو انه يرمي اخر سهم بداله، ورغم انه كان متردد وافق في الاخر. ولما رمى السهم ما ضربش الهدف، بس رغم كده حس بالسعاده لاول مره في حياته، وبص لميساكي وقال له انه فاهم انه عمره ما هيبطل كيودو وانه هو كمان مش هيستسلم. في الكيودو بقى ميناتو كان بيساعد في التجهيز عشان نانو كان متاخر، واول ما وصل شكره وقال له مرحبا وشرح له انها جايه من الكلمه التركيه ومعناها اهلا. يونا بتقول له ما تشجعش نانو على الهبل بتاعه. وبعدين بداوا يتكلموا عن ليه ناس كتير من المبتدئين بيسيبوا النادي، وفي ناس قالوا بسبب معجبين نانو، وفيه اللي حس انه متهدد من كايدو، وفي اللي شاف التمرين ممل. وحبه حبه مع وجود ميناتو وصلوا 8 اعضاء. ريكا دفعت عن نانو وكايدو وقالت ان الناس دي كانت هتسيب النادي كده كده. نانو هنا كان فرحان انهم بقوا فريق كامل للمسابقه، بس كايدو رفض يكون مع ميناتو وقال عليه متردد. ميناتو هنا ما علقش وفضل هادي وهو سامع خناقاتهم، وتوميو كان متابع بس من بعيد من غير ما يتدخل، وشايف انهم لازم يحلوا مشاكلهم بنفسهم، وهو مش فاهم ليه ميناتو غير رايه عن الكيودو. وبعد التمرين ميناتو خرج بدري علشان يشتري شويه حاجات من السوبر ماركت، وعند ما وقف الاتوبيس رايو سأل سيا عن طريقه يقدر يساعد بيها ميناتو في مشكله الهيتاشي، بس سيا هنا تردد واعترف ان في المدرسه الاعداديه ما كانش فاهم يعني ايه هيتاشي، وكان فاكر ان ميناتو هيتخطاها بسرعه. دلوقتي سيا بيقرر يدعمه من غير ما يضغط عليه، وفي نفس الوقت فضل يفكر ايه اللي خلى ميناتو يغير رايه فجاه وانه يكمل في الكيودو. رايو هنا مصمم انه يساعد وراح المكتبه يدور على اي حاجه عن هيتاشي، بس ما لقاش اجابات واضحه. هناك قابل راجل عجوز كان بيلعب كيودو زمان، والراجل دله على محل ادوات رمايه اسمه ناكازي ارتشيز بلايز. ولما راح هناك صاحب المحل اداه نسخه مصوره من مذكرات شخص كان بيعاني من نفس المشكله، بشرط ان رايوهي يشتري كل الحاجات والادوات من عنده. رايوهي هنا اتحمس ووافق، ولما رجع البيت قعد يقرا في المذكرات وحس ان في امل ان ميناتو يقدر يتغلب على الهيتاشي. تاني يوم الصبح رايوهي راح لبيت ميناتو، بس ابوه قال له انه خرج من بدري، وفي الوقت ده ميناتو كان وصل للكيودوجو علشان ينظف المكان بدري ويتدرب لوحده، وبدا يقرا في المذكرات اللي ميساكي اداها له واللي بيتكلم عن ازاي يقدر الواحد يتخطى الهيتاشي. كان ميساكي قايل له قبل كده انهم هيتقابلوا تاني لو فضل مستمر في الكيودو. فرايوهي هنا من غير ما يبان فضل يراقب ميناتو وهو بيجرب طريقه تدريب من اللي قراه في المذكرات، وشاف ازاي ميناتو بقى مركز ومصمم انه يتخطى مشكلته وبيحس باعجاب تجاه العزيمه بتاعته. في القطر كايدو سال نانو اذا كان فعلا السبب ان اعضاء كتير من النادي سابوه. نانو هنا لاحظ ان كايدو قلقان من الموضوع، بس كمان عارف ان كايدو مش بيحب الناس اللي مش بتاخد الكيودو بجديه زي ما هو شايف ميناتو. نانو هنا بيقرر يتحداه وساله وبيقول له ليه مش عايز تعترف ان ميناتو فعلا بيحاول، بس كايدو فضل عنيد ورفض يعترف بده. ساعتها نانو ساله سؤال تاني وبيقول له لو الكيودو مهم بالنسبه لك كده ليه ما دخلتش مدرسه قويه فيها فريق محترف؟ فكايدو بعد لحظه اعترف انه عايز يكون جزء من فريق صغير يقدر يهزم اقوى مدرسه. نانو هنا ابتسم وحس ان كايدو في الحقيقه نفسه يدخل البطوله لكنه مش عارف يعترف بده. ولما واجهه نانو كايدو بسرعه لغى الفكره، بس نانو كان خلاص فهم. ولما كانوا في التمرين ميناتو طلب من سيا يساعده في توقيت السحب الكامل بتاعه. كايدو هنا كان مركز معاهم لدرجه انه ضيع ضربته وتعصب. نانو هنا لاحظ ان رايوهي شكله مهموم فقرر يكلمه. رايوهي هنا اعترف انه حاسس بالذنب عشان هو اللي جر ميناتو للنادي لانه دايما كان شايفه بطل، وهو كمان بيحب الكيودو والنادي بس بيكره التوتر اللي حاصل بين ميناتو وكايدو. نانو ضحك وقال له على فكره شويه نرفزه بين الاصحاب مش حاجه وحشه، وقرر انه يساعدهم ويصلحوا الامور. سيا كان واقف بعيد بيبص عليهم وفجاه عرف انهم بيخططوا لحاجه جديده. تاني يوم الصبح رايوهي ونانو خططوا انهم يخلوا كايدو وميناتو يتدربوا بدري مع بعض على امل ان كايدو يحترم مجهود ميناتو. بس لما وصلوا المدرسه لقوا سيا هناك قبلهم وكان بيحقق في مين اللي بينظف الكيودو كل يوم بدري. البنات كمان ظهروا هنا لانهم كانوا برضه فضوليين بخصوص الموضوع. كايدو وصل وفي اللحظه دي كلهم سمعوا سيا وهو بيواجه ميناتو. سيا ساله انت ليه رجعت للكيودو؟ ميناتو بص له وقال له لما جالي الهيتاشي الصوت اللي كنت بحبه في الرميه الصح بقى لعنه بالنسبه لي وخلاني عايز اسيب الكيودو، بس لما سمعت صوت سون اجمل من اي مره قبل كده فهمت اني بحب الكيودو اكتر من اني اقدر اسيبه. سيا هنا ابتسم وقال لو كنت قلت الكلام ده لكايدو من الاول ما كنتوش هتبقوا في الحاله العناد دي. بعدها رحب بميناتو من تاني. كايدو كان سامع الكلام ده كله بس من غير ما يقول اي حاجه، لف وخرج من الدوجو ورايوهي ونانو جروا وراه بس هو رافض خطتهم. فرايوهي هنا اصر وقال لهم انا واثق ان ميناتو في يوم من الايام هيقدر يتغلب على الهيتاشي.
كايدو هنا احترم ايمان رايوهي بميناتو وقال له انا هعترف بيه دلوقتي، بس لو لعب الكيودو بنص قلبه هيطرد فورا. ميناتو رد عليه وقال له انا مش هعمل كده ابدا. فتوميو بيبص لسيا وبيقول له ما كنتش متوقع انك تتدخل. فسيا بيبتسم وبيقول له انا ما كنتش قادر امنع نفسي. الكل اتفق ان ده كان خطوه اولى كويسه. فرايوهي كان في قمه الحماس لانهم اخيرا هيقدروا يدخلوا بطوله الفريق، وكايدو قال لهم ان فريق كيروساكي هو الاقوى، وده زود حماس رايوهي علشان يهزمهم. بس سيا وميناتو بصوا لبعض وهم عارفين قد ايه ان كيروساكي فريق قوي بجد. بعد كده رايوهي رجع المذكره لمحل نازاكي لادوات الرمايه وشكر الراجل اللي ساعده، والراجل لاحظ وقتها بدله كازي اللي كان لابسها. ساعتها الراجل قال له انه عضو في نادي الكيودو بتاع كيروساكي، وبعدين راح بلغ زمايله عن فريق كازي الجديد. بس ما كانوش قلقانين خالص وكانوا واثقين انهم هيكسبوا بسهوله، خصوصا ان معاهم واحد اسمه شوفيجار واللي بيكون نجم فريق كازي. توميو هنا اعلن ان النادي هيدخل البطوله دي، وكمان فاجئهم بخبر تاني وهيكون عندهم مدرب جديد عشان ظهره تعبان ومش هيقدر يضرب السهم زي الاول. ميناتو وكايدو هنا اتصدموا لما عرفوا ان المدرب الجديد هو ماساكي، ومش بس هم ده الاعضاء كلهم كمان اتفاجئوا. بس اكتر اتنين اتصدموا بجد كانوا ميناتو وكايدو لان هم اصلا يعرفوه. توميو بقى بدأ يشرح لهم ان ميساكي صاحبه القديم وعنده 15 سنه خبره في الكيودو. ميناتو هنا خد باله ان ماساكي قص شعره فسأله عن السبب. ماساكي رد ببساطه وقال كان معطلني. كايدو ما كانش مصدق لان ميساكي قبل كده قال انه هياخد استراحه من الكيودو، بس ميناتو على العكس كان مبسوط. ميساكي هنا لاحظ نانو واللي ابتسم وقال له سمعت عنك من كايدو. سيا ورياهو هنا قدموا نفسهم، وبعدها ميساكي بدأ التمرين. توميو سابهم علشان يحضر اجتماع وسلم ميساكي مسؤوليه التمرين. ميساكي لاحظ ان ميناتو متردد قبل ما يضرب السهم، بس هو انكر كده. لما ميناتو اخطأ في الضربه الاولى ميساكي برضه شجعه وقال له انه عمل مجهود كويس، بس كايدو كان متضايق. فسيا لاحظ ان ميساكي وميناتو عارفين بعض وعرف ان كايدو كمان يعرف ميساكي كويس، فكايدو كان متضايق ان ميناتو عمره ما قال له حاجه عن ميساكي. وفي نفس الوقت سيا كان مستغرب ليه ميساكي ما ذكرش ميناتو قبل كده. فكايدو اتنرفز واشتكى ان ميناتو مش صاحبه المقرب. فسيا رد عليه وبيقول له انت فعلا قلت كلمه صاحبي المقرب. تاني يوم بقى كايدو زعق لرياهو وميناتو علشان حطوا الاهداف غلط، والبنات ونانو قعدوا يغيظوه ويقولوا له انه متشدد زياده عن اللزوم. لكن لما ميساكي وتوميو وصلوا، توميو فكر كايدو ان الكيودو عباره عن عمل جماعي، فكايدو اتلخبط لان دايما كان شايفها رياضه فرديه. ميساكي بقى قال له انه يفتكر الدرس ده. بالليل بقى كايدو ونانو كانوا قاعدين في الاوضه بتاعت كايدو، ونانو شك ان التركيز على العمل الجماعي ليه علاقه بالبطوله الجايه. فكايدو كان بيلف جرح نانو وفضل مصر ان المهاره اهم من انك تريح غيرك. نانو هنا بص له وقال له انه غيران علشان ميساكي بقى مهتم بالكل، لكن كايدو انكر وقال انه مش بيحب ميناتو لانه مش فاهم حاجه. في الوقت ده ميناتو كان بيحضر العشاء ليه هو وابوه لاحظ ان شكله مبسوط، فالجرس رن. ولما ابو ميناتو فتح لقى سيا وكوما واقفين. سيا استغرب ان ابو ميناتو رجع بدري، فميناتو ساله جايين ليه؟ فسيا قال له كنت عايز اجي اقعد معاك بس نسيت ان عندي واجب في البيت. وبعدها مشي وهو متضايق عشان خطته فشلت. في التمرين بقى رايوهي كان بيعاني وهو بيشد الوتر على القوس. كايدو هنا حاول يساعده بس بالغلط خلى السهم يخبط في راس ميناتو، فسيا زعق لهم بس ميناتو برضه حاول يهدي الجو. كايدو هنا انفعل عليه وقال له يبطل تمثيل اللطافه دي. فميساكي وصل واعلن عن بطوله تدريبيه، وكايدو رفض وقال انه لسه بدري عليها. نانو لفت نظره ان عدد البنات بدا يقل، بس ميساكي هنا فاجئهم وقال لهم اوني وارشر هيشاركوا. اوني ارشر هو طلع توميو، والكل اتفاجئ. ميساكي شرح ان توميو نادرا ما بيضرب بسبب مشكله في ظهره، وكايدو اتحمس يشارك اول ما عرف ان ميساكي هيلعب، لكنه اتضايق لما عرف انهم هيبقوا ضد بعض. والفرق هنا بتكرر ترتيب الرماه، وميساكي اضاف شرط جديد وهو ان الفريق الخسران هيخدم الفايزين. كايدو وسيا اتخانقوا على مين اللي هيرمي اخر واحد، بس الوقت خلص والبطوله بدات. الاولاد هنا رموا الاول وبعدهم فريق البنات، ولما جه دور توميو الكل كان متوقع انه هيغلط بسبب ايده اللي بترتعش، لكنه فاجئهم وضرب السهم في النص بالظبط، والكل انبهر من اللي حصل. فريق البنات هنا كسب والاولاد بقوا خدم عندهم، وكعقاب الاولاد لبسوا التيشيرتات عليها كلمه خدم وفضلوا يشيلوا العشب من ملعب الرمايه. نانو ورايوهي فضلوا يغيظوا كايدو اللي حمل ميناتو مسؤوليه خسارتهم. كايدو وسيا هنا بدأوا يتخانقوا من تاني لحد ما رايوهي طلب منهم يبطلوا، وبعد ما خلصوا كايدو طلب باعاده المباراه، لكنهم قالوا ان توميو مش هيقدر يضرب تاني بسبب الوجع اللي في ظهره. سيا سأل لحد امتى هيعيشوا دور الخدم، فميساكي قال لهم مدى الحياه. بس قبل ما يكشف ان العقاب ده لحد نهايه اليوم بس، قال لهم ان عندهم معسكر تدريبي لمده 3 ايام. فكايدو اتحمس، لكن نانو كان رافض في الاول وقال ان عنده ميعاد مع صاحبته، بس في الاخر قرر يروح المعسكر. ريكا كمان كانت عايزه تشارك بس محتاجه اذن من اهلها، فميساكي فكر الاولاد انهم لازم يجيبوا التيشيرتات اللي مكتوب عليها الخدم معاهم. وبعدين كايدو كان بياكل قطته اللي اسمها لوسي لما جاله مسج من ميساكي بيطلب منه يجي قبل المعسكر بساعه علشان يساعده في حاجه. فكايدو وافق وهو فرحان. وفي صبح اول يوم في المعسكر كايدو وصل بدري وشاف واحد بيصور عند المعبد، وفي نفس الوقت ميساكي كان جوه بيساعد ميناتو انه يلبس الكيمونو بتاع جده المتوفي استعدادا للرمايه احتفاليه. ميناتو سأل ميساكي ليه في الاول قال له يسيب الكيودو بدل ما يضمه للنادي، بس قبل ما ميساكي يرد كايدو دخل جري وهو
وهو ماسك المصور. ميساكي هنا وضح له ان الراجل ده هو اخوه الكبير وبيكون اسمه رين. وباقي الفريق كانوا مستنيين في الدوجو. وفي بدايه الاحتفال نانو ونوا كانوا بيتهمسوا ان ميساكي ورين مش شبه بعض. وبعد شويه ميساكي وكايدو وميناتو ظهروا وتوميو اعلن بدايه احتفال اليوتاشي. وبدايه المعسكر التدريبي كايدو فضل مع ميساكي وميناتو راح ناحيه تيزوكي. ومع بدايه الاحتفال ميناتو كان بيفكر في اليوتاشي كدعاء لحمايه الرماة، وكان مؤمن ان لو في حاكم للرمايه فهو اكيد كان بيراقب ميساكي وبيتمنى في يوم من الايام ان الحاكم ده يبتسم له هو كمان. وفي تاني يوم في المعسكر التدريبي ميساكي صحى الاولاد بدري وهم لسه بيحاولوا يفوقوا. رين كان واقف بيصورهم وهم لسه مش فايقين. وبعد كده ميساكي قال لهم ان عندهم 15 دقيقه بس عشان يجهزوا وبعدها لازم يتجمعوا في القاعه الرئيسيه. وفي الوقت ده سيا كان لسه بيصحى وحركاته الغريبه وهو مش فايق بتخوف الكل للحظه. وبعد ما اتجمعوا ميساكي بدا يعد الحاضرين وبعدها وزع عليهم شويه مهام زي تلميع الارضيات وترتيب اللوح. كايدو هنا اتضايق وقال ان الشغل ده دايما بيكون عليه لوحده بس محدش عبره. وبعد الفطار الاولاد راحوا على الدوجو متحمسين للتدريب، بس بدل ما يبداوا في الرمايه ميساكي امرهم انهم ينظفوا الحديقه من العشب الطويل الاول. فكايدو فقد اعصابه وقال لميساكي خلاص كفايه هزار وانهم هنا علشان يتمرنوا مش عبيد هنا وبس. الباقيين كانوا متضايقين برضه لانهم عايزين يجهزوا للبطوله. نانو قال بصراحه ان اللي بيحصل مش معسكر تدريب كيدو اصلا. الاولاد فضلوا يلحوا على ميساكي انهم يسمح لهم بالتدريب وفي الاخر بيوافق بس بشرط انهم الاول يصلحوا منطقه الاهداف ويركبوا الاهداف الجديده ويجهزوا الالواح المستهدفه. كايدو اعترض مره تانية فطلب من ميساكي يروح يجهز المعجون اللي بيلصق في المطبخ. في اللحظه دي سي قال اللي الكل كان بيفكر فيه وانهم عايزين ميساكي يعلمهم الرمايه. رد ميساكي كان انه عايزهم يرموا السهام بس فكرهم ان البطوله مش هزار وان كل حاجه ليها وقتها. وبعد لحظه تفكير قرر في الاخر انهم هيسمح لهم بالتدريب بس بعد ما يخلصوا المهام المطلوبه منهم الاول. رغم ان الاولاد كانوا متضايقين وافقوا انهم يعملوا الشغل المطلوب منهم علشان يقدروا يرموا السهام بعد كده. وبعد شويه الاولاد بداوا يقلبوا الطين علشان يجهزوا المنطقه. رايو هنا قال لكايدو انه يهدى شويه لانه بيشتغل بسرعه زايده، لكن كايدو رد عليه وقال له انه لازم يسطحوا الارض كويس علشان يقدروا يثبتوا الاهداف صح. بعدها رايو بص على سيا وساله هو بيعمل ايه، فرد سيا عليه وبيقول له ان لو الزاويه دي مش مظبوطه الموضوع هيبقى صعب. وبعد شويه ميساكي اعلن ان فريق المحترفين مستني وقال للاولاد انهم لازم يكملوا شغلهم الاول وبعدها يسجلوا نتائج الرمايات اللي فاتت ويرجعوا الاسهم اللي اتضربت. رغم انهم ما كانوش مبسوطين وافقوا انهم يعملوا المطلوب. بعدها ميساكي قال لرين يصور الصور بطريقه كويسه. بعد كده واحده من البنات اشتكت وقالت ان مش عادل انهم يتدربوا من غير الاولاد، لكن ميساكي قال لها ان الاولاد هيستفيدوا برضه وهم بيتفرجوا. فسيا حاول يستغل الفرصه وسال ميساكي لو كان ممكن يتدربوا لو فضل وقت، لكن ميساكي تجاهل سؤاله خالص وبدل ما يرد عليه قال لهم يروحوا يشتروا شويه حاجات علشان العشاء. وبعد شويه الاولاد راحوا ناحيه السوبر ماركت وفي الطريق نانو اقترح عليهم يفطروا علشان ينجزوا اسرع وكايدو هنا وافق وقال لهم انهم لازم يخلصوا بسرعه علشان ميساكي يقدر يعلمهم من غير ما يضيع وقت. المجموعه اتحركت بسرعه ناحيه السوبر ماركت واول ما وصلوا كايدو اتعصب وقال لهم يلموا الحاجات في 20 دقيقه ويرجعوا لنفس المكان. وفي قسم اللحوم ميناتو بيلمح لافته مكتوب عليها ان في خصم 20% على اللحمه، ومن باب الفضول سال نانو لو كايدو بيكرهه. نانو هنا فكر للحظه وبعدين قال لكايدو في الحقيقه انه مش بيكره حد لكنه ممكن يبقى الطف شويه مع ميناتو بعدين. وبعدها قال له ان كايدو في مره راح مخصوص عشان يشتري ليه طاقيه اللي هو لابسها دي. بعد فتره الاولاد رجعوا لنفس المكان وبعدها بداوا يتخانقوا على اللحمه اللي بيحبوها اكتر. بعضهم كان مع اللحم البقري والخناق بيشتد بينهم. بعد كده قرروا ياخدوا سيلفي جماعي جنب تمثال قريب، بس في اللحظه اللي صوروا فيها بيهب شويه هوا قويه طيرت طاقيه نانو بعيد. ولما رجعوا ميساكي بص لهم كده وقال لهم ايه يا جماعه وقعتوا في النهر ولا ايه؟ نانو هنا رد وهو بيضحك وبيقول الطاقيه طارت بسبب الهوا وميناتو جرى وراها علشان يجيبها. فميساكي هز راسه وقال المفروض الاساتذه يستحموا الاول وقال لهم ادخلوا على الحمام تنضفوا نفسكم الاول. وكايدو بقى بص لميناتو وساله انت ليه كنت بتجري ورا الطاقيه اصلا؟ فميناتو قال له نانو قال لي انها هديه غاليه منك فما حبيتش تروح عليه. وبعد شويه وهم في الحمام نانو بص لسيكا وساله وبيقول له طب بصراحه كده انت ليه جيت كاذب من الاول؟ فسيا قال له عشان ميناتو. الكل هنا بص له في صدمه خصوصا ميناتو اللي ما كانش عنده اي فكره. فميساكي سمع الكلام اللي في الحمام وقال لهم يلا يا رجاله وقتكم خلص. وبعد كده اجتمعوا كلهم علشان يجهزوا الاكل مع بعض. المره دي نانو بيقرر يجهز للاساتذه شوايه فاخره بالمشروم والجبنه. وفجاه شيريجوكو بصت له وقالت ممكن تعمل لي ايس لاتيه؟ الباقيين بصوا لبعض وابتدوا يغزوها انت شكلك معجبه بيه بزياده قوي. نانو هنا لف ميناتو وساله وانت بتعمل ايه؟ فميناتو ابتسم وقال له موز بالشوكولاته. وعلى الناحيه الثانيه رين كان بيصور شويه صور للشباب وعرضها على ميساكي واللي ضحك وهو بيتفرج عليهم. ميناتو وهو بيبص على هدومه المبلوله رفع عينه
لميساكي وساله بيقول له انت ليه اخترت تبقى المدرب بتاعنا؟ فميساكي رد عليه وبيقول له بسبب توميو سينسي. تاني يوم في الكيدوجو ميساكي بص للاولاد وقال لهم تمام انا موافق انكم تاخدوا مسؤولياتكم وعشان كده لكم الحق تتدربوا على الكيودو. بعدها بشويه توميو سينسي رجع فجأة وقال لهم انه جاي علشان يحدد اوامر الرمايه ووزع الادوار على كل واحد وخلى ميناتو وكايدو ويونكي فريق واحد وده خلى ميساكي مبسوط بالاختيار. الولاد بقى بدأوا التدريب مركزين على وضعياتهم وبيحاولوا يظبطوا حركاتهم. وبعد فتره موروكو سينسي ظهروا معاه الزي الرسمي بتاعهم وكل واحد لبس اللبس بتاعه وهو متحمس. وفي الاخر رين رفع الكاميرا واخد صوره جماعيه اخيره ليهم تخليدا للحظه دي. تاني يوم توميو اعلن ان الامتحانات هتبدا الاسبوع الجاي. نانو بقى ودع الشله ومشى مع رايوهي. كل اعضاء نادي الرمايه وصلوا بدري علشان يتمرنوا لانهم مش هيقدروا يعملوا اي نشاطات خلال الامتحانات. فميساكي كان بيعلم رايوهي ازاي يمسك القوس صح بس سهمه ما صابش الهدف. في الوقت ده ميساكي بص لكايدو وساله عن السؤال اللي كان بيفكر فيها قبل كده وحذره انه لو ما سالوش دلوقتي هيضطر يستنى اسبوع كامل عشان يساله. فكايدو بيقول له انه عايز القوس بتاعه يلف. فميساكي قدر سؤاله وقال له ان القوس لو مش بيلف فده معناه انه لسه ناقصه حاجه. كايدو هنا بيستعد للرمايه وميساكي بدا يشرح له خطوه بخطوه. كايدو بقى بدا يركز وساب السهم بس برضه ما جابش الهدف. ميساكي مسك بقى القوس ورمى سهم والسهام ضربت في النص بالظبط والكل بينبهر من كده وده خلى ميساكي يضحك. وبعدها بداوا ينضفوا الدوجو ولما كانوا بيشتغلوا ميناتو سأل ميساكي لو لازم يرجع الكيمونو. ميساكي بقى رد عليه وقال له ان تعليم جده هي اللي خلته يبقى رامي محترف. بعدها خلصوا التنظيف. الولاد كانوا لسه محبطين بسبب الامتحانات اللي جايه. فنانو قال ان ميساكي مختلف عن توميو بس سيا اعترض وقال ان كلام ميساكي كله في محله. ناني قال له لو معلم ميساكي هو اللي قال الكلام ده يبقى ممكن يكون حتى احسن منه. فميناتو رد عليه وقال له ان المعلم ميساكي هو جده. بعدها ميساكي بدا يقفل الدوجو لكن توميو سينسي قرب منه وساله عن احساسه تجاه الويكند اللي جاي. في نفس الوقت في نادي كيودو تاني بعدها بنشوف الاخوين التوأم خدوا تسديداتهم بس السهام بتاعتهم راحت بالغلط في اهداف بعض. مادامورا نادى عليهم وحذرهم انهم ما ينفعش يستهتروا بتصويباتهم بس وهو بيراقبهم لاحظ ان وضعهم في الرمايه مختلف تماما عن الاسلوب اللي بيستخدموه ريماكي ريساكي. جنبهم كان شو واقف ماسك كوسو واول سنه ليه في الاعداديه وهو بيضرب اسهمه بجمال ودقه غير عاديه. مادامورا وهو بيتفرج عليه افتكر حد كان يعرفه زمان. وفجاه سينسي اتقدم لقدام واعلن ان التصفيات هتتعمل يوم السبت عشان يحددوا مين اللي هيمثل الفريق في البطوله. مانجي رفع ايده وسأل عن معايير الاختيار. فنودو سينسي وضح ان كل اللاعبين سواء كانوا شباب او بنات هيطلقوا 10 اسهم واعلى الدرجات هي اللي هتتأهل. ومن غير ما يقول ولا كلمه شو بيسحب كوسو وحس باتصال كامل معاه. السهم هنا طار في خط مستقيم وضرب نص الهدف بالظبط وبعدها الكل اندهش. في الوقت ده كايدو كان بيتمرن على التصويب في بيته ولما نانو دخل عليه قال له انه مهووس زياده عن اللزوم. ومن الناحيه الثانيه ميناتو بص لسيا وساله لو عنده حاجه عايز يتكلم عنها. فسيا فتح موضوع بتاع شو وسال ميناتو لو كان مستعد يواجهه في البطوله واكد له ان لو شو هيشارك اكيد هيتقابله. بس ميناتو بكل بساطه رد وقال ان شو غالبا ناسيه خالص. بره بقى في قاعه الكيودو مانجي وسينسي كانوا قاعدين مع شو سالوه عن الولد اللي دمر نفسه في البطوله السنه اللي فاتت. فشو بص لهم وسالهم لو كانوا بيعملوا كده عن قصد. فمانجي وسينسي ببساطه ردوا وقالوا انهم بيحبوا الناس الشاطره في اللي بتعمله. في اللحظه دي كابيشيما قرب من شو وقال له انه لازم يضيع اهداف عن قصد. وعلى الجنب التاني ميساكي خرج يشرب عصير عنب مع توميو سينسي وهم قاعدين سوا. توميو سينسي اخد رشفه وقال انه مقرف جدا ان ميساكي بقى مدرب للاولاد. وبعدين قال انه لما كلمه للمره الثانيه كان مجرد اتصال مفيش حاجه يخسرها منه. ولما ميساكي سمع الكلام ده قال ان جده كان رامي سهام اسطوري لكن كمدرب كان صارم جدا. تاني يوم بعد ما خلصوا امتحاناتهم النهائيه الولاد جريوا على دوجو الكيودو وهم متحمسين يرجعوا للتمرين. واول ما وصلوا ميساكي قال لهم انهم استلموا جدول البطوله. بعد كده بيتجمعوا حواليه بسرعه علشان يشوفوا. وبعد ما شاف ميناتو القائمه بعينيه فجاه عينيه وسعت من الصدمه ولقى اسمه في اول القائمه وبعدها بشويه لمح اسم شو. بعدها بنشوف ميناتو بيوصل لقاعه الكيودو وهو بيجري للناحيه الثانيه وفضل يبص حواليه لحد ما لمح واحده عجوز بتتمرن على الرمايه وكان شو قاعد جنبها بهدوء. واول ما شو لاحظ ميناتو رفع عينيه وساله وبيقول له انت مين؟ في اللحظه دي ميناتو صحى من النوم وبيطلع كل ده كان حلم. وفي الوقت ده كايدو ونانو كانوا في القطر في طريقهم لمكان البطوله. نانو بص لكايدو وقال له انه يقعد بس كايدو كان رافض ومصر انه يعلي الطاقه بتاعته. في نفس الوقت ميناتو كان في البيت بيلعب مع كلبه مستمتع. اما سيا فكان بيجهز مع والدته علشان يسافروا سوا وبيركبوا العربيه وهي في الطريق سالته اذا كان هيشاركوا في مباريات الفردي النهارده لكنه بيهز راسه وبيقول لها ان الاقواس اللي معاهم دي بس للتدريب في المدرسه والنهارده دي حفله
افتتاح مش اكتر. وعلى الجنب التاني نوا كان في المعبد بيدعي من كل قلبه ان كل حاجه تمشي كويس وان ميناتو يخف بسرعه. وبنشوف مساكي وتوميو سينسي كانوا مستنيين الولاد عند القاعه، واول ما وصلوا توميو سينسي بص لهم وقال لهم يركزوا مع كل سهم بيطلقوه. في الوقت ده ميساكي فكرهم ان النهارده هو اول مباراه علنيه لنادي كازي للكيودو، وان جو البطوله بيكون مختلف خالص عن التدريب، ففهمهم جدا انهم ما يتشتتوش باللي حواليهم ويركزوا بس على نفسهم وعلى ادائهم. توميو سينسي ومساكي مشوا الاول علشان يناقشوا حاجه معينه مع المنظمين، وسابوا الاولاد يدخلوا القاعه. واول ما دخلوا الحماس سيطر عليهم وهم بيتفرجوا على الجمهور، بس بمجرد ما شافوا عدد البنات الجمال اللي لابسين هكامه عينهم فتحت على الاخر. وده هنا بيقول البنات في الهكامه شكلهم حاجه تانية خالص، وده خلى رايوهي وشه يحمر ومش عارف يرد. في اللحظه دي كايدو لمح فريق كوروساكي جاي ناحيتهم. توأم سوجاوارا من المدرسه بتاعت كوروساكي الثانويه دخلوا عليهم بثقه وبكل برود، لقوا ان البنات مش مهتمين بيهم اصلا. الكلام ده هز الولاد شويه، لكن التوأم نفسهم اتفاجئوا لما لاحظوا ان سيا وميناتو عرفوهم فورا كزمايل شو القدامى. وبمجرد ما بدأوا يضحكوا عليهم كايدو انفعل ونادى عليهم وبيقول لهم يا ولاد القطط، معترض على ضحكهم على اصحابه. وسط المواجهه ميناتو لقى نفسه فجاه واقف وش لوش قدام زميله القديم واللي بيكون شو. هما الاتنين اتعلموا الكيودو مع بعض من زمان. فشو بص لسيا وقال له بنفس نبرته البارده لسه زي ما انت بتتصرف كده كانك دميه لموناتو. فسيا ما تاثرش بالكلام ده ورد بكل هدوء سمعت انك حققت كايت شو ب20 طلقه متتاليه مؤخرا. فشو ما ردش، لكنه بص لميناتو مباشره وساله اذا كان هيشارك في مباريات الفردي النهارده. نظرات شو كانت كلها تحدي، وواضح انه متحمس يواجه ميناتو، وده خلى كايدو يتعصب اكتر. فشو قرب من ميناتو وقال له كنت دايما عارف انك هترجع للكيودو. فسيا التفت لرايوه وساله انت متاكد انك ما كنتش تعرف حاجه عن رئيسهم؟ فرايوه اتوتر وبسرعه اعتذر لانه بالغلط سرب معلومات لفريق المنافس. بتبدا بقى البطوله للفردي بتاعت البنات، وفي الماتش واحده فوتت الرميه ففي واحد سقف، بس ميناتو وقفه وشرح ان التصفيق بيكون بس للكايت شو. وبعدها بلحظات ريكا نجح في تحقيق كايت شو، بس نوا كانت بتعاني وضيعت كل الرميات لانها بتحاول تتنافس وهي مش في حالتها. نانو بقى لاحظ ان نونا سخنانه فوشفش كايدو علشان يعرف. فجأة التوأم سوجاوارا ظهروا تاني وبيضايقوا كايدو بتعليقاتهم قبل ما الوضع يسخن. فشو دخل بينهم بهدوء وقال لهم انه مش صح التريقة على الناس. بدأت تصفيات الأولاد الفردية وكايدو وقف في مكانه وضرب كايد شو، ورايوهي استغرب لما شاف كايدو بيقلب القوس بتاعه. وفي نفس الوقت شو ضرب رمية مثالية، وميناتو لما شافه بيضرب لأول مرة كده من زمان بيتصدم من التطور اللي وصله. بعدها كايدو فاتته الضربة التانية وبدأ يحس ان في حاجة غلط وان هو كان بيجبر القوس انه يلف، بس تفكيره كله كان مع شو بدل ما يركز على نفسه. واستمر الماتش وكايدو كان بيرمي بشكل عشوائي، وده بيخلي الفريق يقلق عليه. في النهاية شو كسب البطولة بعد ماتش فاصل بينه وبين هيروكي. الوحيد بقى اللي من كازي وصل للنهايات هو كان ريكا. نانو حس بعدم ارتياح وقام فجأة راح الحمام. ساعتها ميناتو عرف ان شو ما بقاش زي زمان، وافتكر نفس الحلم اللي قال فيه شو انه عايز يضرب بالقوس. فرد عليه شو ان المصطلح الصح هو شوتي. ميناتو شاف شو وهو ماشي بره فجرى وراه، لكنه لمح كايدو واقف بيضرب شجرة متعصب من النتيجة اللي حققها. في النهاية مادامورا فوت الضربة الرابعة وشو هو اللي كسب. ميساكي قال لهم ان نونا بقت احسن وبعتها للبيت. فتوميو سينسي هنا شكرهم على مجهودهم وادائهم، ولما لاحظوا الجو كئيب شجعوهم يبتسموا وقالوا ان لسه في ماتشات تانية جاية. بس ميساكي بص لكايدو ووبخه على انه يجبر الكوس يلف، وقال له بوضوح ان لازم يبطل الهوس ده علشان يتحسن. بالليل كايدو رفض يرتاح وفضل يتمرن. وفي الناحيه التانيه ميناتو كان متاثر جدا برميات شو واللي حصل مع كايدو، وقرر يبذل كل جهده في مسابقه الفرق بكره. في اليوم الثاني من البطوله جه وقت مسابقه الفرق. توميو سينسي جمع الولاد وذكرهم ان ما يتوتروش ويفضلوا هادين ومركزين. بس ميساكي كان عنده خبر مش حلو وقال للفريق ان واحده من المدارس انسحبت من المسابقه، وده معناه ان كازي ماي هتلعب في النطاق الثاني. الولاد هنا اتصدموا لما ميساكي قال لهم ان الفريق اللي في النطاق الاول هو كيروساكي. فكايدو عينيه لمعت من الحماس واخيرا هيواجههم وجها لوجه. ميناتو هنا كان سرحان بيفتكر في الماضي وفاكر انه لما كان بيتدرب مع شو 3 شهور من غير ما حتى يستخدم سهم. في الوقت ده رايوهي طلب من سيا يساعده يصلح القوس، بس سيا هو كمان كان سرحان. ومن ناحيه تانية كايدو بص لنانو وقال لهم ياخدوا الموضوع بجديه النهارده، وفكرهم ان دي فرصتهم ياخدوا بطارهم من اللي ضحكوا عليهم. فجاه ميناتو وقف وبص لزمايله وقال لهم بثقة انه جاهز للمواجهة. رين راح لسو وقال لهم انه جاي يشجع كازي. جاء وقت الفرق تدخل القاعة. كازي وكوريساكي وقفوا في اماكنهم وكلهم عينيهم على شو، ورين بيسأل نفسه مين الشخص ده. كايدو هنا ضيع ضربته تاني، ورين استغرب بيسأل نفسه اذا كان كايدو بقى اسوأ من وقت معسكر التدريب. وفي الوقت ده الرومات التاني والتالت من كوريساكي ضربوا اسهمهم بسرعة رهيبة. رين هنا مندهش وسأل سيا اذا كانت دي تقنية معروفة،
وقبل ما يرد عليه راجل غريب قاعد جنبهم ودخل في الكلام وقال ان دي استراتيجيه قانونيه في الرمايه، ولدهشتهم طلع الراجل ده هو المسؤول عن المكان. كمل كلامه وقال في الكيودو المدرسي لو عايز تكسب كل اللي عليك تعمله هو انك تسيب الهدف والباقي مش مهم. في اللحظه دي ميناتو سدد سهمه، لكن رغم سرعته ضيع الهدف برضه. ومع بدايه الجوله الثانيه في مشكله غير متوقعه حصلت، قوس رايوهي فجاه اتقطع والحكام اعتبروها ضربه مهدوره. وبعد نهايه الجوله ناكازي راح لرايوهي وقال له انه باع الوتر ده امبارح بس رايوهي هز راسه وقال له ان ده كان وتره القديم اصلا، فناكازي طلب منه يديهوله. وبعد ما فحصه كويس بص رايوهي وقال له انه لازم يكون واثق من نفسه اكتر. في اللحظه دي مساكي دخل في الكلام، ورين بفضول بص لميساكي وسأله إذا كان يعرف ناكازي، بس ناكازي اتفاجئ لما سمع إن ميساكي ورين زي أخوات. كمان ناكازي قال لميساكي إنه في الآخر سلف رايوهي ملاحظات الهلع بتاعته. ومن ناحية تانية نانو حاول يهون على كايدو شوية وبيقول له إنه عادي يغلط في ضربة واحدة، بس كايدو متعصب ومتضايق ورد عليه وقال له إنه لازم ياخد الرماية بجدية شديدة. وبعدين قال له إنه يبعد عنه. ميناتو هنا اللي كان واقف بعيد بيتابع المشهد قرب وسأل نانو إذا كان ناوي يروح ورا كايدو، بس نانو هز راسه وقال له إنه كايدو أصلا مش بيعرف يتعامل مع الناس. فميناتو قال لنانو انه بيشوف حاجات ابعد من مجرد الهدف وان ده هو اللي بيحركه في الرمايه. فنانو رد عليه وقال له ان في ناس مولوده بالموهبه الحقيقيه. نانو كمل كلامه وقال ان في ناس عندها الموهبه بالفطره وبتدي كل حاجه عندها في الرمايه وانه مش قادر ينافس الناس دي. ميناتو قعد يفكر في السبب اللي بيخليه يرمي السهم وايه اللي بيحفزه بجد. فجاه سيا وصل وبص لميناتو وقال له انه سابه لوحده قبل كده وساله اذا كان ده كويس. وبعدها بدات بقى الجوله الجديده وكايدو ضيع الضربه تاني ورايوهي كمان بعده. بس قبل ما ياخد دوره جديده ميناتو فكر في احساس كايدو وحاول يفهم ان هو متضايق ليه. خد نفس عميق وركز وساب السهم ينطلق. سهم ميناتو طار مستقيم وبقوه وساب علامه في النص بالظبط. كايدو هنا استعد للرمي مرة تانية، والمرة دي ركز على انه يكون على طبيعته بدل ما يمثل، وخد نفس هادي وبيرمي السهم واخيرا بيجيب الهدف. كل الاولاد قدروا يسيبوا اهدافهم في الجولة دي. وبعد المباراة رايوهي جرى ناحية لوحة النتائج وبص عليها بقلق. فجأة عيونه اتسعت من الفرحة لما شاف النتيجة وبيطلع ان كايدو نجح. الاولاد كلها واقفين مصدومين ومش مصدقين انهم فازوا. ميناتو لف لكايدو وبيشكره وقال له ان امبارح لما كايدو اتنرفز عشانه هو نفسه ما كانش قادر انه يركز كويس. فكايدو وقف وقال للجميع ان المرة الجاية هيكسبوا اكيد. توميو سينسي هنا بارك للاولاد وقال لهم ان ضرباتهم في النص التاني كانت رائعه. الفريق لسه مصدوم ومش مستوعب اللي حصل. ميناتو بص على ميساكي بصه كلها فضول وساله ليه خلاه هو الاشاي، بس وهو بيسال كان في ابتسامه صغيره مش قادر يخبيها وهو مبسوط. وميساكي حط ايده على راسه وابتسم له وهو فرحان. وبنشوف بره شو وفريقه واقفين بيتفرجوا وعيون شو متثبته على ميناتو. واول ما ميناتو خرج شو اخيرا اتكلم وبص له وقال له انه محتاجه ومصر انه عنده القدره انه يوصل لنفس مستواه. وبعد شويه شو لمح سيا مستخبي ورا الشجره، فسيا حذره انه ما يستفزش ميناتو تاني. بس فجاه شو هجم على سيا علشان يمنعه من انه يلحق بميناتو وكشف له انه في الحقيقه ما بيحبش الرمايه. وفي قاعه الكيودو ميساكي بيعلم كايدو ازاي يحسن وقفته وبعدين نصحه ان توازنه مش مظبوط وقال له يشتغل عليه. وبعد شويه علق ان سيا دايما ثابت بس كلامه هو اللي بيخليه يغلط. ولما ميناتو اخطا تاني ميساكي قال له انه يتخيل انه بيتفرج على الناس من فوق. بعدها توميو سينسي دخل الدوجو وقال لهم انهم باينين كويسين. فميساكي قال له انه هيكون مشغول مع الولاد. فسأله توميو سينسي اذا كان الموضوع عن مهرجان اماتسو، فبيهز ميساكي راسه. وبعد الظهر الولاد اتجمعوا. كايدو اعلن انه محتاج يتدرب اكتر بس نانو وقف له وفكروا انه غلط قبل كده لانه استعجل في وضعه علشان يكسب. كلماته فضلت في دماغ كايدو اللحظه وخلته يفكر في اللي حصل. بعدها ميناتو قال ان كايدو مش هيعرف اذا كان فاهم بجد ولا لا. وهم ماشيين سوا سيا بص لميناتو كانه عايز يقول له حاجه بس رجع في كلامه. نانو اقترح انهم يقابلوا يوم الجمعه علشان يتناقشوا في حاجه مهمه، بس بعدين وصلته رساله خلت مزاجه يتعكر لانه فضل خروجه على اصحابه. الكل هنا عجبته فكره التجمع وبعدها كل واحد راح بيته. ومن ناحية تانية شو كان بيتكلم مع معلمه وقال له ان ميناتو ماشي كويس وممكن يرجع لمستواه القديم. بعدين قال له كمان ان عندهم مدرب شاب. تاني يوم الولاد بيحتفلوا بفوزهم وبياكلوا. كايدو هنا بيزعق لرايوهي لانه قلب الاكل بزيادة وقال له ان كده هيبوظ طعمه. ميناتو سأل سيا اذا كان قلب الاكل كويس خصوصا انه دايما بيشتكي من الكرنب. بعد كده نانو وراهم شوية صور كان رين مصورها ونانا هنا كانت حاسة بالاحباط وقالت انها ما كانتش قادرة تساعد بسبب انها تعبت. بس كايدو علق ان المرة الجاية هتكون في فرق اقوى. نانا هنا اشتكت من طريقه كايدو في تقطيع الاكل لكن كايدو حس ان ده ليه علاقه بالرمايه. فميناتو سلم لسيا ازازه شطه وعارف انه بيحب الاكل الحراق ومش غريب انه بيقضي نص حياته في الحمام. فنوا سالهم لو كلهم بيحبوا الاكل الحراق، فميناتو رد عليه وقال له ان سيا هو اللي مدمن عليه اكتر واحد. وبعد الضحك والهزار ده كله رجع كل واحد لبيته وبنشوف ميناتو وسيا كانوا ماشيين مع بعض. فميناتو سأله لو كان بيستمتع
فسيا رد عليه وقال له ان كل واحد ليه ذوق مختلف. ميناتو بدأ يفتكر ايام الاعدادي وقال له ان كان فاكر ان القوة والدقة مهمين بنفس الدرجة علشان تطلع الرمية المثالية. بعدها قال له في الاخر ان الشغل الجماعي هو اللي بيخلي الدنيا اسهل، بس لما الواحد بيحاول لوحده بيكون الموضوع اصعب بكتير. وفي نفس الليلة سيا افتكر كلام شو عن ملاحقته لميناتو وهو بيبص على غلاف شوكولاته. فجأة افتكر أول مرة قابل فيها ميناتو لما أخد منه الشوكولاته. بعدها جاله رسالة من ميناتو بيقول فيها إنه هيتأخر بكرة. تاني يوم سيا حكى عن حادثة ميناتو وشرح له إزاي فاق بعد 10 أيام. وفي الوقت ده ميناتو راح للمستشفى علشان يكشف كالعادة. في التمرين سيا بيضيع الرمية بسبب ذكريات ميناتو اللي شغلته، فكايدو لاحظ ده وابتدى يقلق انه ممكن يكون عنده رعب الهدف. بس نانا طمنه وقال له ان سيا هيتحسن لما ميناتو يرجع. الباقيين قالوا سيا ان ميناتو هيتاخر. وفي نفس الوقت دكتور ميناتو جاب سيره سيا وقال انه فقد جزء كبير من حماسه في الشتاء اللي فات. بس ميناتو رد عليه وقال له ان سيا بيحاول يتعامل مع الموضوع بطريقته. في الكيدوجو توميو سينسي اشد بالتقدم لكل اللي عمله من ابريل، لكنه فكرهم انه لسه قدامهم حاجات تانية يتحسنوا فيها. ميساكي بقى هنا سأل سيا لو عايز يجرب مكاورا وساعده يظبط وضع ايده الشمال، لكنه لاحظ انه بيضغط عليها بزياده. فسيا بسرعه سأله لو خلصوا وبيكون مستعجل يرجع للرمايه. بعدها مع بدايه المطر سيا كمل تمرينه وهو بيستعد للرمي وافكاره راحت لميناتو، وافتكر لما ميناتو قال له بحماس انه جرب الرمايه لاول مره. ولما سيا سأله لو هيقول لها ميناتو قال له انه عاوز يجيك خاص بيه. وبعدها بوقت قصير ميناتو مشى مع امه والمطر كان بيزيد وفجاه بيتعرض لحادث. في الكيدوجو سيا كان واقف غرقان في المطر وكايدو والباقيين سألوه لو ناوي يواجه ده لوحده، فسيا رد انه مش عايز يكون السبب في انهم يخسروا في البطوله. وبعدين ميساكي لقى سيا لسه في الدوجو بعد ما الكل مشي. سأله لو كان بيحب الكيودو وقال له انه مش من حقه يتدخل، بس الرماه احيانا بيتوه في الطريق، ووضح له ان ده نفس اللي حصل مع ميناتو لحد ما رجع حبه للرمايه. سيا قال له انه مش متاكد لو كان بيحب الرمايه، لكنه اعترف انه بيكره ميساكي. وميساكي فضل ساكت وهو بيتفرج على سيا وهو ماشي ومتضايق. في الوقت ده ميناتو جرى على الكيودوجو وسأل سيا لو التمرين خلص، بس سيا ما ردش عليه وكمل مشي. تاني يوم ميناتو رجع بيت سيا علشان يوصله على المدرسه، لكن امه قالت له ان سيا قاعد في البيت لانه عيان. فميناتو بقى مش قادر يركز في المدرسه بسبب غياب سيا. المدرس هنا بيساله لو كان مبسوط في كازي، بس قبل ما يرد كايدو دخل وعلق ان سيا مش باين عليه انه كويس الفتره الاخيره. فكايدو قال ان امبارح سيا كان عامل زي واحد متعصب وزعلان وفضل يزعق في ميساكي. ميناتو اللي ما كانش عنده فكره عن اللي حصل اتفاجئ بالكلام. كايدو بعد كده سال ميناتو لو هم فعلا اعز اصحاب، وهو ماشي حذره ان لو سيا مش في حالته خلال البطوله الفريق كله هيتاثر. ميناتو هنا افتكر لما اعتذر لسيا علشان بدا التمرين لوحده وقال له انه كان هيبقى ممتع لو كان بيتدربوا سوا. بس سيا بيرد عليه ببساطه برضه بيقول له ان كيريساكي عندهم نادي كيودو برضه. بنيجي بقى جوه قاعه الكيودو بنلاقي فريق مياوا لسه بيضيع السهام ومش بيحطها في الهدف. وفي الوقت ده رايو لاحظ ان الطرف القوس بتاع كايدو شكله هيتكسر تاني، وميناتو ونانو قالوا فعلا ممكن يحصل كده. وفي نفس الوقت المجموعه التانيه عدت من جنبهم وهم بيفكروا في قد ايه الفريق ده كان متفاهم قبل كده. اما ميساكي فكان سرحان في افكاره لحد ما نوا خبطته في دماغه وقالت له يتحرك ويتصرف مع الولاد. فميساكي فاق من سرحانه وسألهم ليه بيتخانقوا زي الكلاب اللي في الشارع. بعدها بيقرر يستخدم سلاحه السري، والفضول اللي معاهم سألهم هو ايه ده. فرد ميساكي قال ان قبل المهرجان بيوم المعبد بيوزع تعويذات. فالبادي الصغير هنا استغرب وسأل ميساكي قصده بايه هنا. فميساكي وضح له ان ده بيعتمد على عقلية الشخص اللي بيحملها. نانو اول ما سمع الكلام ده قال لميساكي فورا انهم اكيد رايحين، وبعدين سأل ميناتو لو سيا هيجي معاهم ولا لا. وبعد كده كايدو قال للولاد يتقابلوا عند المعبد. بنيجي بقى تاني يوم ميساكي قال لتوميو سينسي ان هو وهو صغير كان شايف الكبار دايما شكلهم متماسك وعارفين هما بيعملوا ايه، بس دلوقتي وهو كبير حاسس ان طول الوقت ده بيتخبط وبيحاول يلاقي طريقه. كمل كلامه وقال انه عمره ما عرف مستوى جده الحقيقي، لكنه كان حالف انه عمره ما هيبقى زيه. ولما توميو سأله لو بيحب الكيودو فميساكي قال انه مش عارف الصراحه. ساعتها توميو سأله سيا رد ازاي على نفس السؤال، فميساكي قال له انه كان حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. في الوقت ده ميناتو كان بيبص حواليه وهو شايف ان الجو بين الفريقين بدأ يسخن شويه. اما نانو فكان في عالم تاني تماما، بيتكلم بحماس مع الفنان بتاع لورين عن قد ايه هي فنانه موهوبه. كايدو هنا اللي كان متضايق اصلا من تعليقات التوأم لف وقال لهم مش موضوع التميمه، الموضوع ان احنا لو ما ركزناش هنضيع كل حاجه. بس التوأم هنا كملوا تهكمهم وواحد منهم قال ها كايدو بقى حكيم فجأة ولا ايه. في اللحظه دي شو كان واقف بعيد بيراقب ميناتو اللي كان ماسك التميمه في ايده وسارح في تفكيره. وبعد لحظه شو قرب منه وقال بصوت هادي هتفهم قريب، وبعدها ابتسم بخفه كده ومشي بعيد سايب ميناتو واقف بعيد وهو مش فاهم قصده تماما. اذا كان يخطط ياخد التميمه
كتعويذه للحظ ولا كهديه. نانو هنا كالعاده رد بهزار وقال انا هاخدها واحطها جنب صوره باديس علشان تجيب لي الحظ في كل حاجه. فكايدو ضحك وهز راسه. اما ميناتو فكان واقف ساكت غارق في تفكيره بعد كلام شو. في الوقت ده في مكان بعيد عن الازعاج سيا كان بيحاول يتملك نفسه وهو بيرتاح بسبب التعب. الكلب بتاعه كان بيشده لقدام لكنه كان حاسس ان جسمه خلاص مش قادر يتحمل. فجاه كل حاجه حواليه بقت ضبابيه وبدا يفتكر المشهد القديم لما ميناتو كان في المستشفى وقال لهم انهم هيكملوا مع بعض في كيريساكي ويمارسوا الكيودو سوا. سيا اللي ما كانش ماسك القوس من فتره حسم قراره في اللحظه دي وانه لازم يرجع يتدرب مش بس عشان نفسه لكن كمان عشان ميناتو. كيادو هنا ساله لو التميمه اديته اي قوه فسيا كان لسه واقع على الارض على الكوبري تعبان ومش قادر يتحرك. فافتكر لما ميناتو قال له انه يبدا في الرمايه لان هو اللي طلب منه كده. في الحاضر بقى ميناتو لقاه على الكوبري مديله التميمه وقال له انها مليانه بطاقه الجميع بس سيا رفض وقال له انه ما يستحقهاش. وفجاه بدا ينهار وقال للفريق انه مش محتاجه وانه مش قادر يعمل لهم اي حاجه. ميناتو هنا قال انه من دلوقتي هيكون جنبه وهو بيرمي وبعدها وقف وقال له انه هيستناه زي ما سيا استناه لما امه ماتت ولما كان بيعاني من خوف الهدف وعشان كده قرر يرجع تاني. سيا هنا بص له وقال له انه مش هيقدر يسيبه مستني لوحده دلوقتي. تاني يوم ميساكي شاف سيا بيتدرب في نادي الكيودو وساله لو كان حاسس بتحسن. بعدها اعتذر عن اللي ساله قبل كده بس سيا رد عليه وقال له ان اجابته على السؤال اللي فات هي انه لسه بيكرهها. فصدم الكل. ميساكي هنا ابتسم له وبالليل ميساكي لبس هدومه القديمه اللي شبه الشحاتين ومسك القوس وهو بيستعد يضرب السهم. افتكر كلام سيا وتعليم جده بس لما اطلق السهم ما صابش الهدف. تاني يوم بقى في المدرسه سيا قال للفريق ان دقتهم في التصويب اتحسنت بس لما كايدو ساله عن التفاصيل رد ان ميساكي طلب منه يخليها سر. في الوقت ده الكل كان حاسس بعدم ارتياح وهم شايفين ميساكي بياكل كميه توابل مجنونه من طبقه الغريب. نانو هنا همس لميناتو وقال له ان سيكا شكله اهدى دلوقتي. وفي الفتره الاخيره سيا وهو واخد باله من الهمس لف وسال نانو لو كان بيقول حاجه. نانو بسرعه رد وقال انه بس بيتكلم عن اخبار الكل. الجرس بقى بسرعه رن وسيا قال لميناتو يسرع علشان ما يضطروش يغيروا هدومهم بسرعه بس ميناتو قال له انه يروح قبله فاكر انه نسى هدومه الرياضيه في غرفه التبليل في الدوجو. وهو واقف عند خزانته في قاعه الكيودو ميناتو سمع توميو سينسي وميساكي بيتكلموا. توميو سينسي هنا فكر ميساكي بكلامه القديم لما سالوه ليه بقى مدرب وقال وقتها انه انتقام من معلمه. فميساكي اتصدم كانه ما كانش متوقع الكلام ده يطلع منه تاني. بيجي بقى اليوم اللي بعده في الدوجو سيا لاحظ ان ميناتو شكله متضايق وهم راجعين للبيت سيا ساله لو في حاجه مضايقاه فسيا قال له انه لو قلقان على حاجه يقدر يحكي. ميناتو هنا قال له انه لما عدى على قاعه الكيودو سمع الكلام عن الانتقام. فسيا علق ان ميساكي بيبان كانه مش مهتم باي حاجه بس يقدر يلاحظ انه مخبي حاجه. ميناتو قال انه اول مره قابل ميساكي كان بيضرب 10000 سهم فسيا شرح له ان ده طقس بيعمله اللي عايز يحقق امنيه وبعدين ساله لو كان سال ميساكي عن السبب بس ميناتو اعترف له انه ما قدرش يساله. تاني يوم ميساكي كان بيدور على مذكرات جده بس بدلها لقى صوره وبعدين ورى الصوره دي لناكازي علشان يحدد الاشخاص اللي فيها. ناكازي قال له انهم ياكاسا وسيونجي وشرح ان الثلاثه دول كانوا في يوم من الايام رواد عالم الكيودو وانهم ما بقوش يقبلوا طلاب دلوقتي. بس لما ناكازي قال انه يقدر يتواصل مع سيونجي ميساكي اتفاجئ. بعدها ميساكي لبس بدله وراح لبيت سيونجي واللي دهشته طلعت نفس الست اللي دربت ميناتو وشو قبل كده في بيتها. سيونجي هنا علقت انها عمرها ما كانت متوقعه ان ميناتو يبقى طالب ميساكي. وبعدها ميناتو شرح ان فاي وشو من كوروساكي كانوا بيدرسوا الكيودو عندها. فميساكي بحشريته سالها وبيقول لها ليه اخدتيهم رغم انك مش بتقبلي طلاب. فسيونجي ردت وقالت انها رغم ان ميناتو كان شويه وقح بس كان جد فقررت تديله فرصه. وبعدها قالت لميساكي انها كانت عايزه تدربه زمان بس جده كان بالفعل مدربه لكن ميساكي اعترف انه كان بيكره جده وقبل ما يكون عندهم فرصه يصلحوا علاقتهم الوقت كان فات. وهو راجع ميساكي فضل يفكر في كلام سيونجي وبعدين قاعد بيشرب مع ميناتو وميساكي اعترف انه اتمرد على طرق جده وفي الاخر هرب من البيت. وبعد ما جده توفى حس انه وصل للدقه المثاليه. الناس كانوا بيشيدوا بمهاراته ودعوه في كل انحاء اليابان علشان يشارك معاهم في البطولات والسبب في انه ساب الرمايه بدا بال10000 سهم. بعدها ميساكي قال لميناتو ان مشاهدته وهو بيكافح مع ذعر الهدف صحت جواه حاجه واعترف انه لسه متعلق بجده وعرف انه لو عايز يكمل كمدرب لازم يفهم فعلا جده كان مين. ميناتو ساله لو كان ناوي يزور اعز صديق لجده. ميساكي قال له انه فكر في ده بس حاليا الموضوع صعب عليه. تاني يوم ميناتو حكى للباقيين عن اللي عرفوا عن ميساكي فريهم استغرب وقال انه كان دايما فاكر ان ميساكي هو الكبير العاقل فيهم بس طلع عنده مشاكل اكتر مما كانوا متخيلين. فجاه سيا سالهم عن رايهم في الاطفال في الاعداديه. شرح انه زمان كانوا فاكرين نفسهم ناضجين زي ما كانوا شايفين في الوقت ده لكن دلوقتي بقى فاهم ان حتى الاهل والمدرسين مش بالدرجه دي من النضج اللي كانوا متصورينها. مره واحده ميساكي دخل القاعه واعلن انه وقت التمرين بس كايدو ساله لو يقدر يتواصل مع اون سينسي وقبل ما ميساكي يرد ميناتو اعتذر واعترف ان ما كانش المفروض يطلب نصيحه من حد قبل ما يتكلم معاه الاول. ميساكي هنا طمنهم وقال لهم انه يتواصل مع اون واللي ساله
سأله لو كان عايز يدير نوا السنة دي، بس ميساكي مش ناوي يروح لأنه مش عنده وقت، وقال لهم إنهم أهم عنده من جده المتوفي. ميناتو هنا ترجى ميساكي إنه يروح يقابل أون، وأصر إنه مش هتكون عنده فرصة تانية زي دي تاني. بعدين شرح لهم إنه كان دايما عايز يتكلم مع أمه، بس عشان كانت موجودة دايما كان بيأجل الموضوع. كان فاكر إن في وقت وإنه يقدر يعمل ده في أي وقت، لكن مرة واحدة سابته لوحده في الدنيا. بعدها كل الأولاد أصروا إن ميساكي لازم يروح، وبعدين في محل نكازي ميساكي قال إن الأولاد شجعوه إنه ياخد الخطوة دي. بعدين أعلن إن البطولة بعد يومين وإنه مش هيكون موجود بكرة. البنات طمنوه وقالوا له إنهم هيراقبوا الولاد في غيابه. وفي يوم البطولة الولاد بدأوا يقلقوا علشان ميساكي مش بيرد على رسائلهم ومتأخر. فجأة نكازي وصل وهو بيجري ومش قادر ياخد نفسه، وطلب منهم يهدوا قبل ما يقول لهم إن رين كلمه وقال له إن ميساكي حصل له حادث امبارح بالليل. فسيا سأل فورا إذا كان ميساكي كويس، لكن نكازي اعترف إنه مش عارف التفاصيل، لكنه قال لهم إن قبل الحادث مكاسي طلب عصابات رأس ليهم كعلامة شكر عشان ساعدوه يتغلب على خوفه. في الأول نكازي تردد، لكنه قرر يقول لهم في الآخر. سيا قال لهم إن الصدمة كانت هتبقى أسوأ لو عرفوها بعدين، فكويس إنه قال لهم. بعد كده وزع عصابات الرأس على الفريق. ميناتو هنا فضل مصدوم، ولما سيا اداله عصابة الرأس بتاعته قال له إنه غلطان عشان هو اللي ضغط على ميساكي إنه يروح. وقبل ما يقول له حاجة تانية فجأة سيا ضربه كف. ومع بداية البطولة البنات لاحظوا إن الولاد شكلهم مش مركزين، بس سيا هنا مسكت العصابة بتاعتها وقالت إن كل حاجة هتبقى تمام. في نفس الوقت الولاد فضلوا يدوروا على أي خبر عن حادث ميساكي. توميو تينسي كمان وصل. ميناتو سأله لو حاول يتواصل مع ميساكي، لكنه قال إن مفيش حد رد على المكالمة. الولاد ملقوش أي خبر عن الحادث على الإنترنت. وفي الناحية التانية سيو بدأت تقلق عليهم وعارفة إن مباراتهم الجماعية هتبدأ قريب. فجأة نيو فقدت أعصابها وزعقت فيهم وسألت لهم لو ناويين يفضلوا متجمعين كده للأبد. ميناتو بعد ما استوعب كلامها وقف واعتذر لسيو وطلب من البنات يمسكوا اونو. مسكوا تليفوناتهم وبعدها ميناتو لف لسيا وشكروا. مسكوا تليفوناتهم وبعدها ميناتو لف لسيا وشكروا. وبالحركة دي الحماس رجع للولاد، وتوميو سينسي لاحظ التغيير. وبعد شوية الفريق بقى بيهتف تاني. توميو سينسي هنا فكر إن اللي جاي هيكون أصعب اختبار ليهم. وفي الناحية التانية ماتامورا بلغ فريقه إن مدرب كازي ميساكي حصل له حادث ومش موجود في البطولة. في الوقت ده ميناتو سمع إن في ناس بيتكلموا عن كيريساكي وأدائهم الخرافي، وده زود الضغط عليها أكتر. فسيا فكر الولاد في المباراة الجماعية فيها شوطين والنقاط بتتحسب بعدد الضربات الناجحة. ومع التفكير في كده الولاد خدوا نفس عميق وثبتوا نفسهم وخططوا لقدام ومستعدين لدخول ساحة المنافسة. بعد كده قدروا يصوبوا أهدافهم واحدة ورا التانية. وفي الجولة الثالثة بدأ مستواهم ينخفض، بس سيو هنا فكرت إنهم لو بيرموا مستواهم العادي فهم أكيد في طريقهم للنهايات. وبعد ما بصوا على جدول النقاط نانو عرف إن فريقهم لسه في المنافسة. فرايو وهو حاسس بالذنب اعتذر واعترف إنه مش قادر يبطل تفكير في ميساكي، بس سيا فكر في الكل إنهم يركزوا على اللي قدامهم بدل ما يغرقوا في مشاعرهم. وبكامل العزيمة كايدو تقدم وقال لهم يفتكروا تعليم ميساكي ويأدوا كل اللي عندهم. وعلى أرض الملعب ميناتو عرف إنه عمره ما حس بالمستوى ده من الحماس في مباريات المدرسة الإعدادية قبل كده. وهو بيستعد للرماية الأولاد افتكروا دروس ميساكي. كايدو هنا افتكر لما اتقال له إنه يعدل القوس صح، ورايوه يركز على تثبيت كتفه، وبياخدوا أماكنهم مستعدين يبذلوا أقصى ما عندهم. كايدو هنا ضيع ضربته بس رايوه يقدر يسيب هدفه. فسيا افتكر لما ميساكي قال له قبل كده إن المهارة والشخصية حاجتين مختلفين، وخد نفس عميق وثبت نفسه وركز وبيسدد السهم وبيطير في خط مستقيم وبيضرب الهدف. ميناتو هنا افتكر لما ميساكي قال له قبل كده يبص للناس من فوق، لكنه برضه بيضيع ضربته. نيه هنا عرفت لو ضيعوا 3 ضربات او اكتر النتيجه هتبقى اسوأ من الاول. ساعتها ميناتو اخيرا فهم هو خايف ليه وما بقاش في حد وراه. زمان دايما كان عنده سيا وشو جنبه، بس دلوقتي حاسس انه لوحده وبينقل عينه على ظهر كايدو. وفي اللحظه دي كل اللي يقدر يعمله هو انه يتفرج وبياخد ضربته اللي جت في الهدف. ميناتو هنا فهم الدرس اللي ميساكي كان بيحاول يعلمه له طول الوقت، ومش المفروض انه يدور على حد يعتمد عليه، بل هو اللي لازم يكون السند للباقيين. وبعد ما عرف ده كله اخيرا ضرب هدفه. نيه بقى والباقيين فاهمين ان الوضع مش مطمئن، والمدرب جمع الاولاد واعلن انهم لازم يخوضوا جوله فاصله. واحده من البنات قالت انهم في مدرسه تانية جابت 28 نقطه برضه، يعني في تعادل في التاهل للجوله الجايه. فجاه ميناتو قال للفريق يسوا تعليم ميساكي. كايدو تعصب واتجنن عليه وقال له انهم واثقين في ميساكي طول الوقت، ودلوقتي بيقول لهم ينسوا كل حاجه. لكن لما ميناتو نادى على كايدو باسمه كايدو بغضب قال انه ما يتكلمش معاه وبيمسكوا من قميصه. ميناتو هنا بص لكل واحد فيهم وقال لهم ان كل واحد فيهم ليه اسم وانهم فريق واحد. سي هنا ساله ايه اللي اكتشفه. ميناتو شرح له ان ما بقاش في حد وراه وحس بالوحده، لكن دلوقتي فهم انه لازم يبص قدامه ويبص عليهم كلهم. لما الولاد رجعوا للمباراه هانزو لاحظ ان حالتهم اتغيرت.
ميناتو سحب القوس، ولما السهم كان على وشك يسيب الهدف شو ابتسم كانه عارف ان ده كان هيحصل. وبعد المباراه ناكازي جرى ناحيه لوحه النتائج وقال بحماس لميساكي في التليفون ان سيو خرجوا، لكن الولاد نجحوا. وهم في نهايات البطوله ناكازي شغل السبيكر والولاد سالوا ميساكي لو كان بخير. ميساكي طمنهم انه بيعمل شويه فحوصات لكنه كويس. الفريق كان مبسوط بعد ما عرفوا انهم وصلوا للنهائي. ميناتي بقى سال هنا لو يقدروا يبعتوا رساله لرين، وفي نفس الوقت التوأم كانوا بيتفرجوا عليهم من فوق مستمتعين بحماسهم مع اقتراب النهائي. جوه الساحه واحد سال شو لو كان في اعضاء سابقين من ناديهم في كازي، فشو رد وقال ان في 2 وسالوا لو كان فاكر انه يقدر يهزمهم. واخيرا بيجي وقت المباراه الثانيه من نصف النهائي الاولاد. شو اخذ مكانه وافتكر كلام انجي لميناتو، ولما قالت انه يستخدم ايده الذكرى دي فضلت في دماغ شو، خصوصا انه كان هو اللي قايل لها ان ميناتو كان مصاب في قاعده ابهامه. وبعد ما التوأم خلصوا دورهم شو وقف في مكانه، وفي نفس الوقت ميناتو كان فضولي ومعجب بشكل شو وفكر ان شكله جميل، بس سيا اصر ان شكل ميناتو احسن. ساعتها ميناتو افتكر اللحظه اللي شو قال له فيها انه لازم يتحمل مسؤوليه الوصول لمستوى اعلى. في نفس الوقت مجموعه كيروساكي ضمنت مكانها في النهائي. ولما سمع ده نانو استقبل رساله من رين وبص حواليه ولقى قاعد مع ناكازي اللي كان بيزعق له علشان هو هنا. ناكازي قال لرين ان كازي هزم ميساكي وفعلا تأهل للنهائي. وفي نفس الوقت التوأم كانوا بيتكلموا عنهم مش مستحقين يقفوا قدام خصومهم، لكن مادامورا قال لهم يفضلوا هادين لو عايزين يكسبوا، وفكرهم ان ده هيكون اخر بطوله لسون نفسه. وعشان كده سينسي مستني يشوف اعضاء كيريساكي المختارين علشان يقدموا اداء مبهر. جوه شو وسيا كانوا ماشيين مع بعض، وشو سأل سيا لو لسه بيختار ميناتو، فسيا رد انه ما بقاش بيجري وراه لكنه بقى ماشي جنبه. بعدين شو قعد مع ميناتو وقال له انه متحمس انه يرمي معاه تاني. واخيرا الفريقين دخلوا قاعه البطوله، وفي نفس الوقت تايونجي انضمت لناكازي ورين في منطقه الجلوس وقالت لهم بما ان طلابها بيشاركوا فلازم تكون موجوده. كايدو كان اول واحد بيرمي ونجح في اصابه الهدف. التوأم كمان اصابوا اهدافهم زي دينادو والباقيين، وفي الجوله اللي بعدها كلهم اصابوا اهدافهم مره تانية. ميناتو هنا لاحظ ان كايدو مش بيقدر يتحرك للحركه اللي بعدها الا لما يحس ان كل حاجه تمام، فرايوهي كان مركز تماما على هدفه، وسيا كان بينفذ كل حركه بسهوله تامه. كيريساكي وكازي كانوا متعادلين في النتيجه والمباراه فضلت مشتعله. كايدو كان القائد وباقي الفريق كان ماشي على خطاه. وبعد ما سينشاي اصاب هدفه مانجي فشل مره تانية، وده خلى هاكازامي يعرف ان عند المستوى اللي محتاج 18 نقطه بيتوتر اكتر. فنيو قال ان الموضوع هيتحسم بين الاثنين ايتاشي ميناتو وشو. سيونجي هنا لاحظت ان ميناتو مركز تماما على الهدف، لكن شو مش كده. ميناتو هنا ثبت نفسه وطمن نفسه ان لو هو خطأ الباقيين هيصيبوا، ولو الباقيين اخطأوا هو هيضمن انه يصيب. وفي اللحظه دي ميساكي دخل الاستاد وقال لو ميناتو فهم النقطه دي يبقى لازم كمان يعرف ان الكل بيتفرج عليه وهو بيرمي. ميناتو هنا اخذ التسديده بتاعته باتقان مذهل، الجمهور كله كان متفاجئ وهو بيتابع السهم وهو بيطير في الهواء لحد ما في النهايه اصاب الهدف. فريق كازي اخيرا فاز بالمباراه وميساكي بارك لتومي وسينسي. رين هنا بقى اللي كان متفاجئ من وجوده ساله ايه اللي بيعمله هنا، فميساكي بكل بساطه اعترف انه هرب من المستشفى. فميساكي قال للاولاد ان محطه التلفزيون في طوكيو كلموه وطلبوا انه هو والفريق يشاركوا في حلقه على العلاقه بين الرماه والفن. الاولاد بصوا لبعض ومش قادرين يمسكوا نفسهم من الضحك، مش مصدقين انهم ممكن يطلعوا في برنامج على الايدولز. بس ميساكي وهو بيبتسم قال لهم انها فرصه مش بتتكرر، وانه شايف انها ممكن تبقى تجربه حلوه وتفكرهم ان الرمايه مش بس رياضه لكنها كمان شكل من اشكال التعبير عن النفس. وبعد شويه وصل اقتراح من المحطه انهم يصوروا تدريب نورين في المعبد بتاعها. ميناتو هنا اكتشف انها بتتدرب علشان تبقى ميكو اللي هي كاهنه في المعبد يعني. فميساكي عرف ان المحطه عرفت عن ادائهم في مهرجان اماتسو ستار وعايزين يصوروه. ميساكي هنا طلب شويه وقت علشان يفكر في الموضوع وبدا يتساءل عن شخصيه نورين. فنانو قال ان في حد من فريق كيروساكي ممكن يكون عارف عنها اكتر. فرايوهي سال نانو عن العلاقه بينه وبين الشخص ده، لكن نانو اعترف انه لا يعرف اسمه ولا حتى عنده ايميله. فشو استلم رساله من ميناتو بخصوص نورين وبلغ الباقيين ان في حد سال عنها. وبعد كده راحوا كافيه واتصدموا من الاسعار الغاليه جدا. في النادي سايس قدم ماتامورا رئيس النادي اللي بدا يسال عن سن نورين وعنوانها واعضاء فرقتها، وبعدها ادالهم دليل دراسي عنها. سيا هنا علق ان شكل نورين ما يختلفش ابدا حتى لو غيرت تسريحه شعرها، وده استفز سايس جدا اللي بدا يشك في اهتمام سيا الحقيقي والتزاماته بالموضوع. كايدو هنا وضح لهم انهم مش مهتمين بنورين اصلا وان الوحيد اللي ليه علاقه بيها هو ميساكي. وفي اللحظه دي شو سال لو المدرب كازي محتاج معلومات اكتر عنها، فميناتو اكد ان نورين هتكون في المعبد علشان جلسه التصوير. الولاد راحوا بعد كده للمعبد وسايس حذرهم من انهم يضايقوا نورين بعد ما سايس بص لميساكي. اعلن انه عدى الاختبار الاول وان عليه واجب انه يحمي الاميره بتاعته. بعدها بدا يتفحص المعبد وسال ميساكي عن شغفه بنورين. كايدو هنا قطعه بسؤال مباشر وبيقول له هي اصلا تستاهل تدريب ميساكي، لكن ماتامورا هنا اقترح ان سايس يراقب جلسه التصوير الاول قبل ما يحكم. ميساكي وافق انه يكون موجود، فسايس فجاه طلب منه يعمل نفسه نورين ويعلمه الكيودو. الموقف كان غريب جدا، لكن شو دخل على الخط وقال انه كمان مهتم بتدريب ميساكي. كالعاده ميساكي جاب لهم لبس موحد حلو بس فيه شويه احراج. رين هنا استغل
الفرصه دي واخد لهم صوره جماعيه. وبعد كده ميساكي بدا يشرح بعض اساليب الكيودو، وقال لهم ان مفيش منافسين في اللعبه دي لانها رياضه قائمه على المساواه ومبنيه على 8 حركات اساسيه. وعلشان يوضح الموقف بوضعيه الصحيحه اللي نورين بتميل ليها بدا يشرحها بدقه وازاي الحركات والتقنيات بتشتغل مع بعض. ميساكي دخل على الخط وراهم وازاي يمسكوا القوس بشكل صحيح ويطلقوا السهم بترتيب مثالي، واكد عليهم انهم يحافظوا على تركيزهم ويتحكموا في توترهم طول العمليه. كايدو هنا كان واقف جنب ميناتو ومش فاهم ليه ميساكي بيساعد فريق كوريساكي عشان يتحسن. ميناتو رد عليه ببساطه وبيقول له لو الكل بقى احسن الماتشات هتكون احلى واقوى. فشو فجاه طلب من ميساكي يعلمه هو كمان، وميساكي وافق بس كان مستغرب نواياه. وبعدها شو قال قدام الكل وجود معلم حتى في ابسط الامور نعمه. سي هنا على طول لقطها وقال ان الجمله دي مقتبسه من شخص مشهور. الكل بدا يتمركز علشان يتدرب، ولما شو جا دوره ضرب سهم مثالي كعادته. فميساكي بيفتكر على طول ليه شو هو فخر كوريساكي. وبعدها شو سال ميساكي ازاي يقدر يحسن وقفته واسلوبه. المفاجاه بقى ان ميساكي رد عليه بكلمه واحده بيقول له بالحب. الكل هنا اتصدم، وبعدين سالهم حد فيكم حب قبل كده؟ وطبعا نانو هنا اللي دايما تصرفاته غريبه بدا يتصرف بطريقه مشبوهه. نانو هنا كان على مهارات مدربيه، وميساكي بفضوله ساله عن احساسه. نانو رد بكل بساطه انه لقى المدرسه لطيفه وعجبته جدا، بس ميساكي قفل له بسرعه وقال له ده مش حب حقيقي. وبعدين بدا يشرح ان الحب مش حاجه الواحد بيقرر يعملها، دي حاجه الواحد بيقع فيها من غير ما يحس. شو استغرب وسال وايه علاقه الحب بالكيودو؟ فرد عليه ميساكي وقال له انت عمرك ما حبيت قبل كده؟ فشو فضل ساكت. فميساكي قال له معناه انه لسه بعيد عن فهم جوهر الكيودو. وبعدين بدا يشرح لهم ان افضل حاله ذهنيه للكيودو هي ان الواحد يلغي الانا تماما، يعني ينسى فكره انه بس عايز يسيب الهدف ويركز على المعنى الاعمق للفن ده. سي هنا فجاه دخل وقال انه لما بيفكر في نورين بيوصل لحاله الغاء الانا، وانه مستعد يسمع تعليمات ميساكي ويوجه نفسه بنفس الطريقه. وبعد ما خلصوا في المعبد الجماعه مشيوا مع بعض وهم بيتكلموا عن النص التاني من اليوم كان مجرد تدريب عادي. ميناتو هنا قال ان بقاله فتره ما جالوش مهاره من التدريب، فكايدو ساله بسخريه انت لسه مبتدئ ولا ايه؟ فميناتو رد بكل هدوء انه دايما كده، وبعدها اعترف انه لسه ما اتخلصش من رعب التصويب، وانه في اللحظه دي اتسرع شويه. وقفوا كلهم في دايره وميناتو بدا يفكر في كلام ميساكي، وساعتها استوعب حاجه لما بيطلق السهم بيحس انه بيعمل حاجه عظيمه، بس هل ده كفايه؟ وبعد ما فكر في كل ده رجع يبص لورا على رحلته لحد دلوقتي. وبعد شويه بنلاقي ان ميساكي استقبل مكالمه بتبلغه ان نورين مش هتقدر تلاقي وقت للتصوير وسط جدولها علشان ما فيش وقت اصلا عندها. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم، ولو وصلت لحد هنا يا ريت بقى تحط اللايك والاشتراك وتقول لنا عايزين نلخص انمي ايه تحت في التعليقات. وبس يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.